أهلا بيكم. في الفيديو ده هقول لكم 3 قصص ملهمة جدا لأشخاص مؤثرين حياتهم اتغيرت في لحظة. هكلمك عن الطبيب المصري دكتور مجدي يعقوب، أشهر جراحي القلب في العالم، وليه تخصص في جراحة القلب تحديدا. هكلمك عن الراجل ده اسمه جوني كيم، آمن إن مفيش حاجة اسمها مستحيل، جه من كوريا الجنوبية لأمريكا وبقى أسطورة هناك. هكلمك كمان عن الراجل ده تيد ويليامز الأمريكي اللي حياته اتشقلبت في لحظة وكانت معجزة سبحان الله، من القاع للقمة والمجد. خلونا نبدأ بيه. في شتاء سنة 2011 في ولاية نيويورك الأمريكية، واحد مشرد ماشي في الشارع ماسك لوحة تعبانة جدا مكتوب عليها: أنا أمتلك موهبة ربانية في صوتي، أنا مذيع راديو سابق ووقعت في كتير من المشاكل، أرجوك أي مساعدة من طرفك هقدرها جدا. دي لافتة في إيد واحد مشرد عدى تقريبا 50 سنة، عمال يشاور لكل العربيات في حالة من البؤس، ويشاء السميع العليم إن من حظه يعدي بالعربية صحفي ويصوره فيديو وهو بيسأله: إيه هي الموهبة اللي في صوتك؟ وبيديله أي فكة معاه، والمشرد بيفاجئه ويفاجئنا كلنا بالصوت اللي انت هتسمعه دلوقتي. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Thank you so much. God bless you. صوت إذاعي رهيب، ممكن تكون سمعته صدفة قبل كده، سبحان الله العظيم. رفع الصحفي الفيديو على يوتيوب، انتشر بسرعة البرق، والفيديو ده عمل مشاهدات بالملايين، وتبدأ بعدها وسائل الإعلام الأمريكية تتكلم عنه وعن قصته اللي مش هينسوها أبدا. اسمه تيد ويليامز، واحد من أشهر المذيعين في تاريخ أمريكا وأبرزهم، بيقدم الإعلانات الصوتية لأشهر الماركات العالمية والبراندات. تخيل إن الراجل ده اتحول من شخص قضى أغلب عمره في إدمان المخدرات والكحول والاعتقال والسجن والتسول في شوارع أمريكا، ومراته وأهله سابوه وبعدوا عنه لأن كانت حياته كلها بؤس وشقاء. اتغيرت حياته في لحظة لأنه خد قرار إنه يسعى ويقوم من تاني، وأصدر كمان كتاب خد شهرة واسعة جدا في أمريكا وسماه الصوت الذهبي، بيحكي فيه عن مسيرة حياته من أسفل القاع للقمة والمجد. بعد ما الفيديو انتشر، كل الصحف والمجلات العالمية بقت بتتكلم عنه، وبقى يعمل إعلانات لأشهر البراندات العالمية، ورجع لأمه ولمراته ولولاده، ومن قوة شعبيته رشح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2016، لكنه تراجع وركز كل شغله ودعمه للمشردين في الحصول على وظيفة وحياة كريمة. تخيل من مشرد وصل لحد فين؟ الراجل ده عشان آمن بنفسه وبموهبته قام تاني وأقوى كمان من الأول رغم صعوبة كل الظروف اللي مر بيها. القصة التانية معانا هي قصة الراجل ده في أمريكا. الراجل ده أسطورة واشتغل كل حاجة حرفيا، مفيش حاجة عنده اسمها مستحيل. الراجل ده كوري جنوبي اسمه جوني كيم. لما كنت صغير كانوا بيسألوه: بتحب تطلع ايه لما تكبر؟ في اللي هيقول دكتور أو ضابط أو حتى رائد فضاء. تخيل ان الراجل ده اشتغل كل دول مع بعض. الغريب ان عمره لسه ما جابش 35 سنة. أول ما اتخرج من الثانوية دخل الجيش وأبدع في المجال العسكري واتكرم من أكبر جنرالات الجيش الأمريكي. بعد كده حس إن ده مش طموحه وغير المجال. بعد 7 سنين من الدراسة بقى طبيب ونجح نجاح غير عادي في مجال الطب. بعدها غير المجال تالت وبقى رائد فضاء في وكالة ناسا، وبعد عدة اختبارات أثبت كفاءته للمهمة دي اللي هي رحلة الفضاء سنة 2021. الشخص ده أثبت للعالم كله إن مفيش شيء في الحياة اسمه مستحيل. لو حطيت في دماغك أي هدف هتوصله. اسعى وتوكل على الله. أما القصة التالتة الأخيرة معانا وأهم قصة فيهم، عشان كده أنا سبتها للآخر، هي قصة نجاح الدكتور المصري مجدي يعقوب الملقب بأمير القلوب. الدكتور مجدي حبيب يعقوب اتولد في محافظة الشرقية مركز بلبيس سنة 1935. كان في أسرة متحبة جدا، حب مهنة الطب بسبب والده حبيب يعقوب اللي كان جراح في وزارة الصحة وقتها. كان عنده عمة اسمها أوجيني جالها حمى روماتيزمية نتج عنها حدوث تلف في صمامات القلب. العمة للأسف ما تحملتش المرض، كان ممكن إنقاذها بإجراء جراحة لإصلاح صمامات القلب، لكن عملية زي دي كانت نادرة في الوقت ده. والد مجدي حزن جدا لفقد أخته، وده أثر جدا كمان في دكتور مجدي يعقوب. الحادثة دي سبحان الله كانت هي الدافع القوي لدكتور مجدي يعقوب من صغره إنه يكون طبيب ويتخصص في جراحات القلب. رب ضارة نافعة،
أنقذ بعد كده لما كبر ملايين القلوب من البشر. الدافع ده وصله إنه يكون أول طبيب في العالم يجري جراحة نقل قلب ناجحة، وبقى أحد أشهر جراحي القلب في العالم. كتب اسمه في كتب التاريخ العالمية بعد ما تم تصنيفه كأكتر أطباء العالم إنجاز في عدد عمليات زرع القلب. وفي سنة 2018 خد لقب أسطورة الطب في العالم من جمعية القلب الأمريكية بشيكاغو ضمن أكبر 5 شخصيات طبية أثرت في تاريخ الطب كله. هو شخصية استثنائية وقيمة إنسانية للبشرية كلها. عمره ما قال على نفسه أنا نمبر 1، لأن عمله بيتكلم عنه وعن إنجازاته. الدكتور مجدي يعقوب درس الطب في جامعة القاهرة واتخرج منها، واشتغل في مصر فترة، بعدها انتقل للمملكة المتحدة، كمل دراسته هناك واشتغل في مستشفى هارفارد بالمملكة المتحدة. الدكتور مجدي يعقوب عمل جراحة نقل قلب المريض بريطاني اسمه ديريك موريس، وده كان سنة 1980. الجراحة دي كانت من أفضل جراحات نقل القلب في العالم. المريض خف وخرج من المستشفى ومارس حياته بشكل طبيعي جدا، وقضى أطول فترة عاشها مريض نقل قلب في العالم وقتها. المريض ده عاش بعد الجراحة دي مدة 25 سنة، اتوفى بعد كده سنة 2005. ملكة بريطانيا كرمت الدكتور مجدي يعقوب ومنحته لقب سير، وهي جايزة وتكريم بيتطلب ان الشخص ده يكون بريطاني الجنسية ومش معاه اي جنسية تانية. وقتها طلب من دكتور مجدي يعقوب التنازل عن الجنسية المصرية، لكنه رفض، وده بيدل على انتمائه وحبه لوطنه. فملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عملت وقتها استثناء لدكتور مجدي يعقوب عشان يكون هو الشخص الوحيد اللي خد الجايزة دي ومعاه جنسية تانية غير الجنسية البريطانية. الدكتور مجدي يعقوب حقق نجاحات كتير، أهمها مركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان، وعمل جراحات كتير للقلب للأطفال في مصر وخارجها. والدكتور مجدي يعقوب جمع فريق طبي بريطاني عمل أبحاث ودراسات لتطوير صمامات القلب باستخدام تقنية الخلايا الجذعية. ونجح الدكتور يعقوب وفريقه في إن هم يطوروا أنسجة لصمامات القلب من خلايا جذعية مأخوذة من العظام. وقال الدكتور يعقوب انه باستمرار الابحاث والدراسات دي هيقدروا يزرعوا قلب كامل مطور من الخلايا الجذعية. قد ايه الواحد بيفتخر انه مصري لما يشوف نموذج مصري عبقري ومؤثر زي دكتور مجدي يعقوب، وكمان متواضع جدا في كل كلامه ولقاءاته. شكرا يا أمير القلوب. بكده يبقى انتهى فيديو النهاردة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. النهاردة اتكلمنا فيه بسرعة عن 3 شخصيات مؤثرة. ال3 قصص دول بيثبتوا لنا إن مفيش شيء مستحيل. إن الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اسعى وتوكل على الله، وربنا مش هيضيع تعبك أبدا، بس يكون هدفك هو إرضاء الله في عملك وربنا هيكرمك. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ومنتظرة رأيكم أكيد في التعليقات. ودمتم في أمان الله. مع السلامة.